مرحبا، كيفكن؟ اليوم الأولاد معطلين، بلشت الإجازة تبعهم، فحابة أعمل لهم غدا سمك فيليه يعني. فحأعملكن طريقة السمك اللي أنا بعملها، كيف بعملها وشو الشغلات اللي حطها مع جنب السمك. فمن بين الشغلات اللي بحط لهم إياها بعمل أنا شوربة فطر كتير بيحبوها، فحأعملكن الفيديو على فيديوين مشان ما يطلع طويل. أول شي حأعملكن الشوربة، طريقة الشوربة، شوربة الفطر. هلا اول شيء الفطر انا بحب دائما استعمل هذا الفطر البني، ما بعرف بحسه اطيب من الابيض. قطعته عشان ما ياخذ وقت، يعني نظفته بس هيك تنظيف بالمحرمه وقطعته. وفرمت كمان بصله ناعمه، عفوا هي نص بصله يعني، او بصله صغيره يعني ناعم. طيب هلا اول شيء رح احط زيت زيتون شويه صغيره، ما رح كتر كتير، بس انا مشان ما يلزق الفطر من تحت. ضل قلب فيه لحتى يدبل، انا بدي اياه يدبل. هلا الفطر شايفين شلون دبل، حتى هو بيطلع مي الفطر لحاله. فانا شو حساوي؟ حشيل قسم منه تقريبا اقل من النص يعني، تلت الكمية تقريبا. وراح حطها اخلطها مع مي. هون تلت الكمية مع مي، يعني كوبين مي. هلا نحن لما بنخلطهم، هي المي اللي حنرجع نضيفها للشوربه بتعطيكم النكهه كتير طيبه. يعني اذا حطيتوا الفطر من دون ما، يعني مثل ما هو بعد ما قليتوه وحطيتوا كريمه وكملتوا الشوربه، ما حتعطيكم النكهه اللي عن جد بتطلع كتير طيبه. لازم انه القسم من الفطر يكون مطحون مشان تعطيكم النكهه التمام تبع شوربه الفطر. حتى كمان في شغله انه الفطر الفريش اطيب كتير من الفطر المعلب. هي بعد ما خلطته بنفس الطنجره انا شلت الفطر منها، باقي الفطر حطيت شويه زيت زيتون تقريبا معلقه كبيره، وراح احط هلا معلقه كمان، معلقه زبده كبيره. وراح احط البصل وخلي البصل الناعم يتقلى شوي، يعني هيك دبله شوي. هلا البصل صار جاهز، شايفين دبل. راح اضيف عليه معلقه كبيره طحين، يعني معلقه زبده اذا معلقه طحين. كمان حمص الطحين. بعد ما حمصت الطحين منيح راح اضيف مكعب ماجي. اذا عندكم مرقه دجاج مثلا او مرقه لحمه، بالاصل فيكم تطحنوها مع الفطر اللي طحناه بالبدايه بدل ما تصير تحطوا مكعب. هلا رح اضيف هاي المي والفطر اللي خلطناهم. هلا رح اضيف الفطر اللي شلته على جنب، ورح خليهم بقى لحتى يغلوا يسمكوا شوي، يعني الطحين اللي جوا يسمك المي. رح اضيف الملح كمان، لا تكتروا كتير لانه هي فيها مكعب ماجي، فشوي صغيره بس يعني. هلا بلشت المرقه تغلي، شايفين؟ رح اضيف بقى اخر شي الكريمه. هاي العلبة 300 ملي، يعني تقريبا 200 ملي كريمة. وراح اضيف كمان زعتر اورجانو رشة صغيرة. بس حخليها تغلي تقريبا دقيقتين 3 دقايق وتصير جاهزة. انا هيك خلص صار لها عم تغلي تقريبا دقيقتين 3، رح طفي الغاز عليها وصارت جاهزة. كتير كتير طيبة، بتمنى تجربوها. رح اعطيكم المقادير. هلا يعني الفطر انا استعملته 250 جرام، هي بتيجي العلبة. اخذ كوبين مي ماشي، و200 ملي كريمة ومكعب ماجي. إذا عجبتكم الوصفة بتمنى تحطوا لي اشتراك ولايك، وبس هيك. سلام.